بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم مع طنط نهلة. في الصيف أحب المشروبات واللي بترطب على جسمنا فعلا ومفيدة جدا هي الزبادي، وخصوصا لو كان بالفاكهة. أنا النهاردة هعمل زبادي بالفراولة وزبادي بالخوخ، وهعمل عصير مانجا جزء مضروب في الخلاط، عصير سايل يعني، وجزء قطع بيتضاف عليه. معظمنا وولادنا بيحبوا قطع المانجا جوه عصير المانجا، بتبقى شهية وجميلة. في أنواع تانية بإذن الله كتير هقدمها لكم. شير ولايك، تفعيل الجرس يا حبايب قلبي، وما تنسونيش بكومنتاتكم الجميلة. أنا جبت كوبايتين زبادي، هعمل بس نموذج كده. احنا عملنا عصير بالفاكهة كتير وشربنا، أو مشروب الزبادي بالفاكهة، فأنا بعمل نموذج كده. ده الخوخ، جبت خوخ وقشرت، وفي جزء سبته بالقشر. قشر الخوخ أو قشر الفاكهة عموما بيديلها طعم وتيست وشكل كويس. حطينا كوباية الزبادي عليها شوية حليب عشان تبقى سلسة في الضرب في الخلاط، وعليها الخوخ ومعلقتين سكر زي ما احنا شايفين في منتهى البساطة. دلوقتي هنعمل الكوباية التانية أو العصير التاني اللي بالفراولة. برضو كوباية الزبادي، شوية حليب كده بالنظر اللي يخليها تتعصر أو تلف في الخلاط من غير ما تبقى سايلة قوي. وحطيت معلقة سكر واحدة لأن الفراولة كان عليها عسل، وكنا بنضيفها كده قطع ممكن سليمة نحطها على الزبادي وناكلها بالزبادي، بتبقى لذيذة قوي. عصير المانجا، بنجيب لحم المانجا اللي احنا طلعناه بعد ما قطعنا المكعبات المتساوية، بننزله في الخلاط مع شوية مية، يعني المانجا قد المية، وبعدين بنحط معلقتين سكر زي ما احنا شايفين. وسكر الزبادي بالفاكهة لازم يبقى خفيف لأن الفاكهة فيها سكريات طبيعية جميلة. وبنضربها كده. المانجا اهي، بنحط بس جزء من العصير علشان المج يساع بقية قطع المانجا. زي ما احنا شايفين الفاكهة تكون ساقعة قوي يا حبايبي، او بعد ما نضربها ونوضبها كده تتحط في الفريزر شوية، في التلاجة شوية. وادي الشاليمو في كل مج، والمعلقة الخشبية الصحية دي ناكل بيها قطع المانجا الجميلة. بألف هنا وشفا. جربوا يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين.